مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم حلقه جديده من الكره في اسبوع. كل عام وحضراتكم بالف خير. تاني يوم من شهر رمضان المبارك، اتمنى لحضراتكم ان شاء الله يعني الاستمتاع معانا في هذه الحلقه، ونقول كده ايه تسليه الصيام معاكم عن اخبارنا الرياضيه والكرويه. النهارده هنتكلم على موضوعات مختلفة، الدوري المصري وأيضا البطولات الأفريقية اللي بتشارك فيها الأندية المصرية. لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفي وضيف حضراتكم. برحب بالكابتن عبد الله مصطفى لاعب الجونة السابق. كابتن عبد الله أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن. وأنت طيب يا حبيبي طارق، ربنا يخليك. أنا سعيد بلقائك. تحياتنا لحضرتك كابتن عبد الله. عندنا موضوعات كتير مختلفة متنوعة. هبدأ الحقيقة مع حضرتك مع الأهلي والجونة. هذه المباراة يمكن نتكلم عليها بشكل مختلف شوية، لكن اسمح لي نبدأ مع حضرتك في الأهلي والجونة بعد أخبارنا الرياضية مع السادة المشاهدين. نشوف أخبارنا الرياضية ونعود لحضراتكم. ابقوا معنا. في الجولة ال 18 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بيلتقي الأهلي مع الجونة، ويفوز النادي الأهلي بهدف دون رد ويصل إلى النقطة 33 أي إلى مركز الوصيف. مباراة كابتن عبد الله لما نيجي نحلل يعني بطولة الدوري الممتاز احنا دايما بنجيب الكبار، فبتعرف الدوري ماشي ازاي بعيدا بقى عن الحقيقة يعني فرق مهمة جدا، وأتمنى أن يكون في حل لهذه الفرق. فرق أسماء كبيرة جدا اللي بقت خلاص بقينا عارفين مراكزها في كده جدول الدوري الممتاز. خلينا في مباراتنا مع الأهلي والجونة وتعليق حضرتك امبارح بشكل عام على هذه المباراة. يعني انا هقول مثلا ان الاهلي امبارح ظهر بمظهر يعتبر مش هنقول مثلا بنسبه 100%، لا ظهر بمظهر كويس، مش كويس جدا مثلا على قد ما هو بالمستوى بتاعه وقد وقيمه قامه النادي الاهلي. معظم اللعيبه ما ظهرتش بمظهر كويس. هنقول مثلا يمكن بقى دلوقتي بالنسبه لهم يحسبوا اللي هو خلاص عايز بقى كل واحد عايز يثبت وجوده، وكل واحد عايز تفكيره دلوقتي في الحاجات اللي هي الثانيه. انا العقد بتاعي وعايز اوصل وعايز العب، فمبقاش بقى الموضوع طب ما هو اللعبه كابتن عبد الله هو اللي هيجيب الارقام اللي عايزها بالظبط كده، والحصول على كمان. انت دلوقتي ايه اللي فرق معاك؟ احنا دلوقتي بنتكلم اللي احنا بنقول ايه، لا اصل ممكن السيراميكا تاخد الدوري، ممكن مش عارف بيراميدز ياخد. ليه ما بنفكرش نرجع لزماننا الاول؟ مثلا خلاص الزمالك هنقول الزمالك بعد، فهنتكلم على الاهلي كان من البدايه خلاص. يعني انت داخل على الدور الثاني، احنا دلوقتي خلاص قربت خلاص في اواخر الدور الاولاني، هتبدا الدور الثاني خلاص. الاهلي كان من في الاونه الاخيره كان الاهلي بيعمل ايه؟ في بدايه الدور الثاني بتلاقيه راكب متصدر المجموعه. صحيح. فده اللي بيفرق. دلوقتي انت محتاج انت محتاج ده دلوقتي. الاهلي امبارح ما كانش بمظهر كويس قوي، كسب 1-0، لان انت دلوقتي كلاعب جوه المربع وجوه المستطيل بتدور على حلول فرديه. فين اللعب اللي هو فين التكتيك الفني؟ هو ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي. انا معايا دي مباراه الجونه والاهلي اللي اقيمت امس، ودي زي ما حضرتك بتتكلم انه هذه المباراه عنوانها الاعتماد على الحلول الفرديه، وهذا ما فعله امام عاشور بالظبط كده. بالمناسبه يعني كمان انا لما باجي اتكلم على الاسماء وعلى التجانس اللي مع فريق النادي الاهلي والسكواد، ناس كتير جدا مش مقتنعه. الكلام ده ايه صحته كابتن عبد الله؟ هل ما هو اللي بقى هدوت مثلا، هل ما فيش تجانس بينهم وبين بعض من اللعيبه، او في مشكله عندهم مثلا اللعيبه لما بتيجي تنزل؟ ودلوقتي هل من الناحيه الفنيه، انا عن رايي انا شايف اللي دي من الناحيه الفنيه اللي انت تقدر بتدخل حتى الصفقات الجديده اللي انت جايبها مش موجوده. مدير فني. بالظبط كده. مدير فني. انت فين وجودك انت هنا كدخول مثلا الصفقات الجديده اللي جايه، اللعيبه اللي موجوده اللي انت بتاهلها، تعمل لهم حلقه ربط
الضغط بينهم وبين بعض جوه الملعب في المباراه وهي شغاله. ليه بنستنى لغايه لما حد حلول فرديه من زي امام عاشور؟ وانت عندك امام عاشور طبعا هو رقم واحد في مصر. ليه فكرنا ان هو عنده الحل الفردي الوحيد اللي قدر الاهلي امبارح في مباراه الجونه اللي هو يقدر يتخطاه ويكسب 1-0. الجونه امبارح ظهرت بمظهر كويس وبشكل كويس، ومن الفرق اللي كانوا محطوطين اللي هم هيخشوا ضمن المربع الذهبي زي ما بيقولوا. بس يعني يمكن بتتراوح ساعات الفرق الثانيه ديت بعض النتائج ما بتخدمهمش في الدوري. هل المدير الفني للنادي الاهلي يستر ما قدرش يحط ايده على التوليفه الصحيحه او التجانس او الخلطه القويه لتشكيل النادي الاهلي حتى هذه اللحظه؟ هي بترجع يا كابتن طارق، هي بترجع هنا لامكانيات مدير فني. هو دلوقتي انت ليه هقول لك انا مش قادر احط دلوقتي ايدي على تشكيله مميزه اللي هي كويس ان انا اكسب بيها كل مباراه؟ انت ليه بتقرا؟ المفروض ان انت بتقرا مثلا خلاص الدوري كله في كل مباراه بتعرف هتلعب ايه بطريقه ايه، ايه اللي انت محتاجه. لكن هنرجع اللي هو كمدير فني انا شايف برضو اللي هو مش قوي قوي، بدليل ان انت مفيش اضافه جديده بتضيفها، مفيش حاجه جديده بتعملها جوه الماتش وهو شغال، المباراه وهو شغاله. تغييراتك حتى فيها اختلاف شويه، يعني ما فيهاش جديد. اللي بينزل الملعب ما بيحصل، المفروض بيحصل تغيير في الملعب بيعمل اضافه للفريق، ما فيش. طيب لو انا بتفرج على اللقاء دوت هسأل حضرتك سؤال، الصفقات اللي عملها النادي الاهلي زائد السكواد الاساسي اللي موجود في النادي الاهلي اسماء قويه، صفقات مبشره جدا 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 طبعا لا يليق باداء النادي الاهلي بهذا المستوى. انا صح ولا غلط كابتن عبد؟ لا صح يا كابتن طارق، انا شايف كده. يمكن حتى المباراه بتاعت امبارح انا بالنسبه لي اللي ظهر بمظهر كويس قوي هو يوسف بس، يعني هو يعني الوحيد اللي ليه شكل كويس وبدا يظهر اللي يعتبر يعني خلينا في الراي العام ان الجمهور كله هو ما عجبوش غير يوسف، خلاف طبعا امام عاشور. بس هديك امثله كانت بتعمل فروق فرديه بتفرق كتير جدا ان هي ما تضيعش فرص كتيره كابتن عبد الله امام المرمى، خاصه يعني لو كلمتك على وسام ابو علي، كلمتك على كابتن ابو تريكه، كلمتك على كابتن عماد متعب، انا برجع شويه ورا أيوة. لاعلام دي من الناس من اللي هم الاهلي. لذلك كان بيعمل ضبط للمنظومه داخل النادي الاهلي. فهو عنده خط دفاع قوي جدا، عنده خط وسط ماسك الملعب كويس، وعنده الراجل اللي بيخلص قدام. هو بص يا كابتن طارق، هو اللي بيفرق معاك كمان جوه المربع او جوه الملعب ايه بقى؟ فين القياده اللي هي القياده الفنيه بتاعه اللعيبه بغض النظر عن المدير الفني. انا دلوقتي القائد في الملعب، القائد في الملعب. انت دلوقتي كنت بتتكلم لما بنقول مثلا ابو تريكه وكلام في اللعيبه دي ما خدتش وضعها وصلت للمرحله الكبيره دي غير لما فعلا اثبتت وجودها، اللي هم فعلا لهم قياده جوه الملعب. يعني احنا لما كنا بنتفرج يعني انا اسف، احنا لما اتفرجنا على ماتش مثلا السنغال والمغرب ايه اللي حصل فيه؟ يعني معلش يعني ساديو ماني ايه اللي عمله؟ هتلاقي جمهور العالم كله وهو بيتفرج على المباراه دي قال لك لا ده قائد. ايه اللي هي دي ده المطلوب صح. جوه الملعب ده اللي فارق. لما انسحب المنتخب كله جري بالظبط كده، هو الوحيد اللي قائد رغم ان المدير الفني مع اللعيبه اللي هم هينسحبوا. هو ايه اللي عمل؟ هو فكر فيها اعلاميا. راجل لعيب دوليا، ولعيب طبعا لعيب من احسن لعيبه في العالم، فكرها من حاجات كتير، قعد حسبها محسوبيات كتيره جدا وفي لحظات رجع الفرقه تاني. فبدليل لما رجعت الفرقه ادت باداء كويس وربنا كرم وكسبوا. انت النادي الاهلي هي دي المشكله عندك. وكسب البطوله من مين؟ وكسب البطوله من المغرب على ارضه. المغرب اللي هي اصلا دلوقتي كانت مرشحه رقم 1 ومصنفه رقم 1. نعم نعم. طيب هروح مع حضرتك كل توفيق طبعا للانديه المصريه وبطوله الدوري، وزي ما بنقول انه كلامنا انا وكابتن عبد الله جزء منه مهم جدا ان احنا نعود مره ثانيه لضبط المنظومه عشان نشوف فعلا منتخب قوي. كابتن عبد الله هروح مع حضرتك، بيلتقي الفائز من مواجهه فريق الزمالك واوتوهو الكونغولي مع الفائز من مباراه المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري. ده هيكون ان شاء الله في ربع 15/3. نعم، نهائي بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، وده طبعا في النصف النهائي. يعني انا ببقى سعيد جدا لما الفرقه المصريه بتقابل بعض، خاصه طبعا في النهائي خصوصا لهذه البطولات الافريقيه.
وده طبعا تصنيفنا ان احنا ملوك افريقيا في كره القدم، ده ما جاش من فراغ. تعليق حضرتك الاول على المباراه دي. انا شايف ان مباراه الزمالك وتوها كونغولي طبعا ان شاء الله هتبقى مباراه من المباريات اللي هي هتبقى كويسه، اللي الزمالك يقدر فيها يقدم مباراه كويسه. فريق الزمالك حاليا دلوقتي معنوياته مرتفعه، داخل يكون امكانيات الزمالك كفنيا هنقول بيها اللي هي مثلا دلوقتي مش ما وصلتش بالمستوى اللي هو بنسبه مثلا هنقول 90% او 100%، لا هي ما وصلتش للمستوى ده، بس محبه اللعيبه وكوصولهم بينهم وبين بعض اللي هم عايزين يوصلوا ويعملوا حاجه، دي انا شايف اللي هي دلوقتي بقت موجوده جوه المستطيل بتاع نادي الزمالك بخلاف الاداره. يعني ده مزاج اللعيبه بالظبط كده. اللي هو خلاص يعني احنا دلوقتي يعني مدير فني ولاعيبته اخد الفريق بعيد عن مجلس الاداره والمشاكل اللي بتحصل جوه، واللعيبه استجابت كده، واللعيبه استجابت بالشكل ده. بغض النظر هنقول مثلا الزمالك لسه خارج من بطوله كاس مصر بعد خسارته وبتاع، بس احنا هنتكلم اللي هو في اخر ماتش اللي هو في كايزر تشيفز لما هو كسب 2-1 ادوا اداء كويس، ظهروا بمظهر كويس، اللعيبه ظهرت بمظهر كويس، في لعيبه كانت موجوده محطوطه بره مثلا ما كانتش بتلعب رجعت من بعد الاصابه، واللي كان قاعد احتياطي رجعت ظهرت بمظهر كويس زي بنتايج. فطبعا الحاجات دي بتفرق جوه الملعب، ده اللي بيخلي الزمالك واللي هو محتاجه الفتره الجايه عشان يوصل ويقدر ان هو ياخد بطوله زي بطوله الكونفدراليه. طيب لو كلمت حضرتك على النقاط والنتائج بتاعه الزمالك وبتاعه المصري، نقدر نستشف منها حاجة؟ يعني أنا لما أكلمك على أنه الزمالك بيتصدر عقب فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1، بيرفع رصيده من إلى 11 نقطة وبيحسم بطاقة التأهل. تقدر النتائج دي تقول لي حاجه في مسيره الزمالك في البطوله؟ ودي حاجه كويسه، اللي دي بتدي دفعه لنادي الزمالك اللي هو دلوقتي اللي هو قدر اللي هو يوصل للنتيجه ديت، وان هو يقدر يرفع رصيده للدرجه دي ل 11 نقطه. فدي طبعا دي حاجه كويسه وتدي له دفعه ليه ان هو يفكر في اللي هو حصوله على البطوله. المصري البورسعيدي اللي هو هنقول مثلا الفرقه اللي هي يعتبر جايه زي اللي بيقولوا الحصان الاسود، اللي هي عايزه تظهر بمظهر كويس وحصولها على بطوله، ده اللي هي نفسها تحققه. ودي طبعا في النهايه بيتوج الكلام ده كتشريفا لينا احنا للدوري المصري. انت حضرتك بتتكلم على النادي المصري. هو بيحصل دلوقتي على المركز الثاني في هذه البطوله من حيث النقاط، تمام مش كده؟ يعني تتوقع انه الزمالك هيقابل المصري بعد المباراه القادمه؟ والله انا شايف ان الزمالك اللي هو المباراه اللي جايه اللي هي قدام اوتوها الكونغولي لو ادى مباراه كويسه ان شاء الله هيعديها ويعدي المرحله دي. هو المصري البورسعيدي هنقول ايه مثلا بلوزداد الجزائري يعني فرقه قويه طبعا، بس ده اللي احنا بنتمنى ان المصري والزمالك يقابلوا بعض طبعا في النهائي ان شاء الله يعني اتمنى ده طبعا. نتمنى الحقيقه زي ما شفناها قبل كده في الزمالك والاهلي في بطوله انديه، انا كمان بتمنى انه ده يحصل في الكونفدراليه، لان انا اتخيل انه احنا ممكن نكون مسيطرين على هذه البطوله بشكل او باخر. بالظبط كده. تمام. وبينضم ليها طبعا فرق من الدوري الممتاز مع كل فرقه في كل موسم ان شاء الله، وربنا يكرم. بس النهارده اللي احنا عايزينه لان فرقه الزمالك تقدم مباراه كويسه والمصري يقدم مباراه كويسه، بغض النظر اللي احنا لو ما وصلوش الفرقتين بس يبقى في فرقه منهم توصل للنهائي، تبقى حاجه تشرف طبعا الدوري المصري. صحيح. كل توفيق طبعا للانديه المصريه في هذه البطوله. هروح للنادي الاهلي وحسم صداره المجموعه الثانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا، طبعا زي ما حضرتك عارف كابتن. تمام. وده طبعا بعد ان انهى مبارياته في دور المجموعات، وده بالتعادل امام الجيش الملكي المغربي، وكان الاهلي طبعا ضمن التاهل بشكل رسمي الى دور ضمن التاهل بشكل رسمي الى دور ربع النهائي او دور الثمانيه. اداء النادي الاهلي مختلف عن ادائه في هذه البطوله، مختلف عن ادائه في بطوله الدوري، لان طبعا. انا لو انا بتفرج على طبعا. الاهلي في الدوري انا هبقى عندي قلق شويه. طبعا. اتفضل يا كابتن. لا هو طبعا لازم اداء الاهلي بيختلف في البطولات دي بالذات، لان زي ما معروف عن الاهلي اللي هو في البطولات بالذات
لازم اداؤه بيختلف. ما حدش من الاداره بيتدخل من الناحيه الفنيه، بس كجهاز فني بيبقى عليه ضغط كبير ان هو دلوقتي في البطولات دي بيبقى في اختلاف شويه، في محسوبيات شويه بالنسبه له كلعيبه او كسكواد لعيبه بتبقى موجوده جوه الملعب، ده لازم بتبقى مختلفه. غير الدوري المصري، الدوري المصري انا عندي استعداد ان انا في لعيب ممكن ناشئين بديله فرصه اللي هو يقدر يخش جوه المربع ويلعب ويظهر بمظهر كويس، لان انا عندي مساحه. ان الدوري بيبقى بيختلف هنا الدوري عن البطولات. دلوقتي الدوري بيبقى انا عندي مساحه، النهارده لو اتعادلت مفيش ادنى مشكله، انا ممكن الم نفسي واقدر ارجع تاني اكسب فرقتي. لكن انا في البطولات الخساره محسوب عليا، التعادل محسوب عليا. هي ده اللي بيفرق، وده اللي بيفرق مع النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بتبقى دي موجوده عنده. اللي انا عايز ما عندي بيبقى فرق اللعب بتاعي في البطولات غير فرق اللعب بتاعي في الدوري. يفاجئنا النادي الاهلي في بطولاته زي ما بيمشي في مشواره، سواء المشوار الافريقي او المشوار الدوري المحلي، انه بتتحسن نتائجه في الادوار النهائيه. بالظبط كده. دي من ضمن يقدر يعملها النادي الاهلي. الاهلي ده عنده قدره اللي هو يقدر يعمل حاجه زي كده كويسه جدا، وبيظهر بمظهر كويس، وعلى فكره وبتعود عليه في الدوري كمان لما بيرجع يلعب في ماتشات الدوري. طبعا مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ده مشوار النهارده، لو احنا قرينا هذا المشوار نقدر نقول لك انه النادي الاهلي هيكون ان شاء الله هيوصل في المباراه النهائيه. ان شاء الله. يعني احنا بنتكلم على ادوار، يعني بدايه من الدور التمهيدي ال 32 في مباراتي الاياب والذهاب بمجموع المباراتين 2-0 بمعدل هدف لكل مباراه. وطبعا بنتكلم على بطولة دوري أبطال أفريقيا كابتن عبد الله، إنه بفوز ثمين أمام شبيبة القبائل. ده فرق مع النادي الأهلي في طبعًا مسيرته بعد كده. طبعا اداله دفعة كبيرة إن الفترة اللي جاية، وخصوصا إن النادي الأهلي كان من الفترة اللي هي موجود فيها واللي بيلعب فيها البطولة دي محطوط تحت ضغط كبير جدا، اللي هو عايز يحصل على بطولة، وفي نفس الوقت رجوعه للدوري المصري لما بيجي يلعب. فطبعا هو في الحاجات دي بيبقى محطوط، فدي فوزه على شباب القبائل دوت اداله دفعة كبيرة جدا، اللي انا اقدر اوصل للمرحلة دي عشان اقدر اوصل للدور النهائي في بطولة افريقيا. خلينا اقول المباريات بيواجه فريق الاهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. ده طبعا ايام 13 و14 و15 مارس المقبل باذن الله، وهتقام مواجهه العوده باذن الله في احد ايام 20 21 و22 من ذات الشهر. كمان كان نفسنا نتكلم على بيراميدز الحقيقه المتالق، لكن الوقت دايما بيداهمنا. كل سنه وحضرتك طيب كابتن عبد الله، نورت يا رب الانديتنا المصريه في كل البطولات وكافه البطولات. تحياتي لحضرتك كابتن عبد الله. تحياتي ليك يا كابتن طارق، الله يكرمك. شكرا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا. الاسبوع القادم باذن الله حلقه جديده، الى اللقاء.